السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تبقوا زي الفل. انا يعني حصل حادث كده عندنا في المستشفى من يومين. حادث انتشر، يمكن الناس ممكن تكون سمعت عنه في التلفزيون او حاجة في الجرايد. ناس كتير اتكلمت عن الموضوع. للاسف الاسانسير وهو طالع كان في مريضة، بعد ما نزلوا خلاص الدور جايين يطلعوها، مريضة لسه عاملة عملية جراحية خارجة بالترولي بتاع العمليات. بيخرجوا جسمها، فجم عند حتة الصدر أو حتة الرقبة، والأسانسير طلع لوحده والباب مفتوح. فيعني أنا لك أن تتخيل الموقف. أنا طبعا ما شفتش، لم أشهد الموضوع بعينيا، بس طبعا اتحكى لي الموضوع من الناس العاملين في المستشفى وزمايلنا. طبعا ده بسبب عطل في الأسانسير. هتقولي ده حصل ازاي؟ هقولك يعني عطل في الأسانسير بشكل أساسي تسبب في ذلك. طبعا الست كبيرة لسه خارجة من العمليات بتاع تأثير البنج وغيره. توفيت في الحال، يعني حتى ما لحقناش في العناية المركزة. انا ليه بعمل هذا الفيديو؟ انا بعمل الفيديو ده عامة عشان اقول طبعا يعني وانا بتكلم مع اللي بيحكي لي عن الموقف ده بيقول لي ايه وده موتها. فطبعا نرجع ونقول ان الاعمار بيد الله. الست كان تقريبا عندها حاجة و70 سنة. الله يرحمها يا رب ويدخلها في الصحة جناته يا رب، اللهم امين. بس سبحان الله، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الموضوع ملوش علاقة باسانسير. هو كانت ممكن لا قدر الله تتوفى في العملية نفسها. كان ممكن ربنا اراد انها تحصل الوفاة بهذا السبب بهذه الطريقة. طبعا هي طريقة صعبة، ويعني الله يكون في عون اولادها اللي كانوا موجودين معاها في الوقت ده وشايفين الموقف. يعني انا يعني ربنا يا رب يرحمها يا رب. والموقف صعب يعني، وللاسف المستشفى كلها مقلومه عندنا من ساعتها. ووكيل الوزاره استقال، يعني للاسف حصل كذا مشكله كده يعني. لان طبعا العطل بتاع الاسانسير ده برضو حاجه مش يعني فيها نوع من يعني بس فيعني الشاهد في الحديث ان سبحان الله الاعمار بيد الله، وانت ما تعرفش هتموت امتى. لسه برضو النهارده الصبح اهو متفاجئ بخبر وفاة اخو زميل ليا في دفعتي. اخوه ما شاء الله في ريعان الشباب، 30 سنة او حاجة و30 في بداية الثلاثينات. انا مع الحقيقة ما اعرفش سبب الوفاة ايه او ايه اللي حصل. تفاجأت بالبوست، يعني شاب مقبل على الحياة لسه ما لم يتزوج بعد. يعني لما انت تحسبها بدماغك كده، ده يموت ازاي في السن ده؟ فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يعني ملهاش حسبة. طب الست اللي هي توفيت بسبب حادثة الاسانسير دي، هتقولي ده اصلا العمليه اللي كانت هتعملها في السن ده اكيد في السن ده كانت مريضه ضغط او عندها سكر او ضغط. الحاجات اللي ممكن تؤثر على المرضى ما يفقوش من البنج، لا قدر الله يحصل كومبليكيشنز او اعراض جانبيه. طلعت من العمليه زي الفل، عملت العمليه تمام زي الفل، خلاص احنا كده عدينا مرحله الخطر بحساباتنا احنا البشريه. اسانسير هوب خلاص. انت ضامن ان انت مثلا وانت خارج من بيتك كل يوم رايح شغلك او رايح التمرين بتاعك او رايح الجامعه بتاعتك او وات ايفر اللي انت رايحه، وانت ماشي ممكن تقع عليك حاجه من فوق، وانت ماشي ممكن عربيه لا قدر الله تخبطك. يعني اللي انا عايز اقوله، تعددت الاسباب والموت واحد، وفي الاخر كل واحد فينا هيستوفي قدره واجله. وسبحان الله انت ما بتهربش من الموت، انت تذهب الى قدرك برجلك كده، تمام. فيعني الواحد ما يغروش ان هو لسه صغير، ما يغروش ان هو معافى في بدنه. ممكن الموت ياتي بغته والموت ياتي فجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نكثر من ذكر هادم اللذات اللي هو الموت. خلاص هادم اللذات، اي لذه انت عشمان فيها عاش بها في الدنيا. يعني للاسف والله كلنا كذلك، كلنا يعني منغمسين في الدنيا والموضوع يعني الواحد بيفكر في الشغل على طول وهنعمل ايه والحياه يعني متغافلين تماما حقيقه ان احنا اصلا ممكن ما نكملش نشوف الحياه اللي احنا عمالين نخطط لها ونرسم لها. هل ده معناه ان احنا ما نخططش؟ هل ده معناه ان احنا ما نرسمش للدنيا؟ هل احنا ما نسعاش في الدنيا لاكتساب الرزق والتعلم بشكل كويس والتمرين وهكذا الى اخره؟ لا طبعا. لكن
في الاخر كله باعتدال. لازم تفتكر انت ليه ربنا خلقك اصلا في الدنيا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت ممكن بنياتك ان انت تجدد النية وتعددها، فاعمالك كلها تاخذ الاجر والحسنات. لكن مثلا انت في شغلك دلوقتي واذنت الصلاه، مفيش حاجه تيجي قبل الصلاه. لو الشغل ده $1,000,000، الصلاه الاول ليه؟ في اولويات. خلصت صلاتك، خلصت الاساسيات بتاعت يومك، ابدا اتوكل على الله واسعى في الدنيا، وربنا يا رب يرزق الجميع. الله يرحم السيده المتوفيه او المتوفاه، وربنا يرحم اخو صديقي. اكثروا الدعاء ليهم. يعني انا بعمل هذا الفيديو يعني برضو من اجل ان احنا ندعي لهم، من اجل ان احنا انا اولكم والله نعتبر بذلك. بس اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.